السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جبت لك النهارده عربيه شيري تيجو 7 2025. عربيه ما شاء الله من الحاجات الممتازه جدا اللي الناس بتحبها. زي ما قلنا ان بقت العربيات الصيني دلوقتي مش زي زمان، كانوا الاول بيعملوا شكل عشوائي، لكن دلوقتي بقوا بيهتموا بحته التصميم دي جدا. فما شاء الله زي ما احنا شايفين كده التصميم هنا في العربيه دي محترم قوي. خلينا نتفرج كده على الاساسيات بتاعت العربيه ونشوف الديزاين الخارجي بتاعها شكله عامل ايه. هنشوف مع بعض النهارده التفاصيل بتاعت العربيه كامله من الواجهه الاماميه ومن الخلفيه وكمان الجنب والانتيريور بتاع العربيه. والعربيه دي بتنزل بفئتين في 2025 حتى من اول الانتاج. والعربيه دي بتنزل بموتور هقول لك على التفاصيل بتاعته، بس بيكون تربو، فدي حاجه ممتازه جدا. والفتيس بتاعه حلو قوي، بينزل من نوع دي سي تي. فما شاء الله العربيه فيها شويه اوبشن محترمين جدا. خلينا نشوف التفاصيل بتاعتها كده. احنا بنصور النهارده في معرض ابو سلام موجود على طريق مصر اسكندريه الزراعي، وان شاء الله العربيه دي هسلمها لك بالسعر الرسمي، وهجيب لك عليها اوفر كمان. وبالنسبه للناس اللي بتحب القسط جايب لك عليها خصومات حلوه قوي بالنسبه للاقساط، وفترات بتوصل معاك ل 8 سنوات على حسب الوظيفه بتاعتك والضمان بتاعك. خلينا نتفرج على العربيه كده من الواجهه الاماميه عشان برده ما اطولش عليك. ما شاء الله زي ما احنا شايفين. هقول لك على الاختلافات بتاعت العربيه، هي الاختلافات مش كتير، خليني اقولها لك كلها في بدايه الفيديو بين الفئتين. الفئه اللي معانا دي اعلى فئه، زي ما احنا متعودين ان احنا هنصور اعلى فئه في كل العربيات بعد كده ان شاء الله، واقول لك العربيه اللي قبلها ناقصه كذا. احنا النهارده معانا ان شاء الله اعلى فئه. الفئه اللي قبلها اللي هي الفئه الاولى بتنزل نفس التفاصيل بالظبط ونفس الشكل، مفيش اختلاف، بس بتفرق في 4-5 حاجات. عندك مثلا اول حاجه من الشكل الخارجي فتحه السقف بتنزل في اعلى فئه بس. كمان عندك برضو من الشكل الخارجي السنسور بارك الامامي بينزل برضو في اعلى فئه بس. بالنسبه للانتيريور بتاع العربيه بينزل معاك ايرباج واحد في اول فئه، وكمان بتنزل فيها مخارج يو اس بي، وكمان بتنزل فيها مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. دي الاختلافات بين العربيتين بالظبط قلتهم لك في اول الفيديو. خلينا نتفرج بقى على العربيه ونشوف الديزاين بتاعها من الواجهه الاماميه عامل ايه. تعالى بينا يلا. عندك ما شاء الله هنا بالنسبه للكشاف شكله ما شاء الله العربيه شكلها هجومي جدا، وما يبانش عليها ان هي صيني خالص. يعني لو شلنا العلامه دي مش هتحس ان العربيه صيني ما شاء الله. زي ما احنا شايفين بينزل عندك ليد نهاري، الاشارات اللي موجوده هنا في الفانوس، الكشاف بينزل هالوجين، عندك ما شاء الله هنا الفوج لايت والسنسور بارك امامي. دي بالنسبه للاوبشن اللي موجوده. بالنسبه للشرح بقى زي ما حضرتك شايف معايا كده مش هطول عليك. عندك هنا خط من النيكل كروم جاي اعلى العلامه، والعلامه بتكون في منتصف العربيه ما شاء الله. عندك شبكه كبيره جدا من البلاك شكلها هجومي ومديه ديزاين جميل قوي في الواجهه الاماميه بتاع العربيه. عندك فاصل هنا فلات مقفول، وعندنا كمان شبكه صغيره، وعندك كمان الديفيوزر الامامي اللي شكله ممتاز جدا وجاي بلون مختلف عن الالوان البلاستيك الطبيعيه جدا، فشكله ما شاء الله ممتاز جدا. دي بالنسبه للواجهه الاماميه في العربيه. خلينا نشوف دلوقتي مع بعض كمان الكبوت. ما شاء الله بيجي معاك خط هنا من اول القايم، وبيجي معاك ممتد عامل قوس كده بيحكم العلامه زي ما احنا شايفين، ولكن بيجي مع بدايه الخط النيكل اللي موجود هنا من الاتجاهين. فدي حاجه ما شاء الله ممتازه جدا. خلينا نشوف بقى الارقام بتاعه العربيه والكبوت والحاجات دي مع بعض. يلا بينا. عندنا طبعا الموتور بتاع العربيه دي بينزل 1500 سي سي تيربو اول فئه، وتاني فئه برده اللي موجوده معانا دي. بالنسبه للارقام بقى بتاعه الموتور بينزل معاك 145 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه. كمان بينزل عزم دوران 210 نيوتن عند 4000 لفه في الدقيقه. برضو العزم هنا بيطلع معاك بدري، فدي حاجه كويسه. هتلاقي الاكسلريشن بتاع العربيه قوي جدا معاك في السرعه والتسارع والحاجات دي. العربيه دي طبعا كلنا عارفين ان هي العيب بتاعها ان في لاج بسيط قوي كده في الاول، وده معظمه في العربيات الصيني وكلنا عارفين حاجه زي كده. فده بالنسبه للمعلومه اللي في الموتور، حاجه بسيطه كده، ولكن برضو مش هتتعب معاك العربيه في السرعه والحاجات دي. هي بس بتبقى في الاول حاجه بسيطه، لكن بعد كده ما بتلاقيش اي حاجه من الحاجات دي. ده بالنسبه للموتور والارقام بتاعته. كمان عندنا عوامل الامان اللي موجوده في العربيه بتنزل معاك اي بي اس واي بي دي، فحاجه ممتازه جدا. كمان عندنا بالنسبه لعوامل الامان عندك الديسكات بالكامل بتنزل معاك، تنزل ديسك ما بتنزلش تيل عادي، فدي حاجه ممتازه جدا. بالنسبه للاربع فرد الامامي وكمان الخلفي معاك، فدي حاجه من الحاجات الممتازه. طولنا قوي في الواجهه الاماميه، ولكن برضو حبيت ان انا اشرح لك كل التفاصيل زي ما احنا متعودين مع بعض. طبعا هنشوف دلوقتي مع بعض الارقام بتاعت العربيه من الجنب بتاعها، وكمان هنشوف كل التفاصيل اللي موجوده فيها. العربيه ما شاء الله بتنزل باوبشن جميل قوي، ولكن ما تنساش دعمك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه، وكمان الاشتراك في القناه عشان شرف كبير جدا ليا ان حضرتك معانا في القناه. يلا بينا. طيب هنا بالنسبه بقى للجنب بتاع العربيه، ما شاء الله العربيه بالديزاين جميل جدا ما شاء الله من الجنب. عندك مثلا المرايه هنا اللي موجوده معانا بتكون مرايه ضبط وضم كهرباء، ودي من الحاجات الممتازه. صراحه نقطه الضعف اللي انا شايفها هنا في جنب العربيه هي ان الاشاره عملوها في الباب، ما عملهاش
في المرايه، ما كانتش هتكلفه اي حاجه، ولكن كانت هتدي شكل مختلف جدا عن اللي احنا متعودين عليه. عندنا طبعا كالعاده احنا متعودين ان احنا نتكلم على الجنوط والكاوتش في بدايه جنب العربيه، ولكن هنا ما شاء الله عندك الجنوط بتنزل 2 تون وبتنزل جانت سبور ما شاء الله من الحاجات الممتازه. حجم الكاوتش بيبقى ثابت في الفئتين 225 60 البروفايل بتاعه، كمان عندك هنا بيكون 18 بوصه، فدي من الحاجات الممتازه جدا ما شاء الله. عندنا كمان ارتفاع العربيه من الحاجات الممتازه جدا، ارتفاع العربيه عندك هنا بيكون 21 سم، فدي حاجه محترمه قوي، وحاجه طبعا مش موجوده في معظم العربيات الاس يو في الفئه الاقتصاديه ما شاء الله. كحجم واداء وكل حاجه عربيه ممتازه جدا. كمان هنا بالنسبه للابعاد بتاعه العربيه بتنزل معاك بطول من اول نقطه الصفر لحد نقطه الصفر تنزل معاك 4 متر 505 بالظبط، وكمان عرض العربيه بينزل معاك متر 80 متر 837 بالظبط بالملي. كمان بينزل معاك ارتفاع العربيه متر 670. كمان قاعده العجلات بالنسبه للعربيه من المكان بتاع نص الجنط لنص الجنط الخلفي بينزل معاك 2 متر 670 بالظبط، فدي طبعا الارقام بتاعتها كويسه جدا، وهيدي معاك وسع جامد جدا في الكنبه الخلفيه، وده اللي هنشوفه برده مع بعض كمان شويه ان شاء الله. دي بالنسبه للابعاد بتاعه العربيه كامله. خلينا اشرح لك كده الديزاين اللي موجود فيها. عندك هنا خط موجود على الرفارف شكله ممتاز جدا مع الدعامه اللي من البلاستيك اللي مكمله معاك، وكمان هنا في العتبه موجود عندك خط من النيكل عشان يدي اختلاف، ما تكونش العتبه فلات وساده زي ما احنا بنشوف في معظم العربيات. كمان عندك هنا في خط موجود ما شاء الله من منتصف الكشاف الخلفي ومار بالاوكر زي ما احنا شايفين، وجاي مع المثلث بتاع الاشاره، وبينزل معاك تاني هنا ياخد كيرف زي ما ايدي ماشيه كده بالظبط، وبينتهي معاك هنا عند الدوران بتاع الرفرف الخلفي. فدي برضو ديزاين محترم جدا، وعاملين كل حاجه بدقه وحاجه محترمه جدا. كمان عندك هنا في فريم في الباب هنا ما شاء الله في الاسفل بتاع الزجاج، وجاي معاك مرم بالقايم الخلفي. كمان عندنا ركات موجوده على السقف، وكمان مطليه من النيكل كروم عشان تدي معاك لمعه للعربيه. كمان عندنا الزجاج الخلفي بينزل في الفئتين برضو، بينزل معاك زجاج ملون ما شاء الله. اميز حاجه هنا موجوده طبعا كليس انتري في العربيه من الخارج ما شاء الله. ده بالنسبه للاوبشن اللي موجود في جنب العربيه، والابعاد وكل التفاصيل شرحناها مع بعض. فدي ما شاء الله من الحاجات الممتازه جدا اللي انا حاببها في العربيه دي، ان كل حاجه معموله بدقه، وكل حاجه فيها مرسومه بدقه قوي، مش معموله عشوائي وخلاص. فما شاء الله العربيه كقيمه مقابل سعر واوبشن حاجه محترمه جدا. هنشوف الانتيريور كمان شويه مع بعض، حاجه محترمه قوي. نسيت اقول لك كمان ان العربيه فيها فتحه سقف في الخارج، فدي من الحاجات الممتازه، بس هنشوفها في الانتيريور من جوه. خلينا نشوف دلوقتي مع بعض ظهر العربيه ونبص على الاوبشن اللي موجود فيه. يلا بينا خلينا نتفرج دلوقتي على الديزاين الخلفي بتاع العربيه ما شاء الله. زي ما احنا شايفين عندك هنا بقى الفوانيس الخلفيه ما بتكونش فوانيس هالوجن، بتكون بالكامل اضاءه LED، فدي الحاجه الممتازه عن الفوانيس الاماميه، لان طبعا زي ما قلنا الفوانيس الاماميه بتكون اضاءه بالكامل بتكون هالوجن. عندك في الليدات الخلفيه، وكمان عندك اشاره هنا في الخلف جايه في زون صغيره كده، فدي برده مديه شكل جمالي للفانوس بتاع العربيه. ده بالنسبه للفانوس. العربيه هنا بقى من الخلف بتتميز بانها فيها مجموعه انحناءات كتيره جدا، بتبدا معاك من اول الشنطه لنهايه الشنطه، كمان بيختم معاك هنا في النهايه بالاكسدام اللي حجمه ضخم جدا، وبيكون بارز حوالي 10 سم عن جسم العربيه، فدي حاجه ممتازه. عندنا هنا طبعا السبايلر اللي جاي بشكل كبير جدا وشكله هجومي. عندك كمان هنا لمبه الستوب بتيجي بلت ان موجوده في السبايلر الخلفي. عندنا طبعا المساحات هنا بتكون عاديه جدا، ولكن انا شايف ان دي نقطه ضعف موجوده في 2025، مع العلم دلوقتي ان في عربيات بتنافس، ولكن هي مش بتنافس في السعر، ولكن بتنافس في الاس يو في. بداوا يعملوا المساحه بتكون هيدن تحت السبايلر، فدي طبعا من الحاجات الممتازه، ولكن برضو شكلها مش مختلف، هي شكلها تقليدي فقط لا غير. عندنا طبعا هنا كده الانحناء اللي جاي في اول الشنطه تحت الزجاج، جاي معاك من اعلى الكشاف لاعلى الكشاف الناحيه الثانيه. الانحناء هنا جاي بتصميم برضو ممتاز، عشان اقول لك ان كل نقطه هنا في العربيه معموله بدقه كبيره قوي. ليه بقى؟ عشان زي ما احنا شايفين جاي معاك من اعلى الكشاف، وبينتهي معاك الانحناء هنا عند نهايه الكشاف في اسفل نقطه، فدي من الحاجات الممتازه. كمان بيجي معانا هنا في المنتصف العلامه الشهيره جدا بتاعه شيري زي ما احنا شايفين. كمان عندك في انحناء هنا في الشنطه زي ما احنا شايفين كده، ده الانحناء الثاني جاي بكيرف
ممتاز جدا. بتنزل عندك تحت شويه تلاقي عندك الكاميرا الخلفيه ومكان للراك هنا زي درجه سلم كده، ولكن جايه بتصميم محترم قوي. عندنا طبعا هنا الفوانيس العكسه دي اللي موجوده معانا، وكمان فيها لمبه الريفرس بس جايه بشكل كبير قوي، هو مش مستحب ولكن برضو شكلها هجوميه من الخلف. عندنا كمان هنا السنسور بارك الخلفي زي ما احنا شايفين كده، وجاي معاك اسفل الاكسدام موجود من البلاستيك، وكمان في عندك ديفيوزر خلفي جاي برضو بشكل محترم جدا. فوق ده كله بقى عندك فتحتين للاكزوست او للشكمان بتاع العربيه، فتحتين حقيقيين شكلهم ممتاز جدا ومدين برضو مكملين اللمسه الجماليه في العربيه. تعال نشوف بقى هنا المساحات بتاعه الشنطه مع بعض. فين الزرار؟ يا نهار ابيض. عندك الشنطه طبعا زي ما احنا شايفين هنا بتفتح على 2 مساعد. كمان عندك هنا بالنسبه لحجم الشنطه بتكون 440 لتر مع امكانيه طي الكراسي بتوصل معاك ل 1100 لتر، فدي حاجه ممتازه. بالنسبه لخزان الوقود بيبقى 57 لتر، ودي برضو ارقام كويسه جدا. طبعا عندك الشاشه الكاميرا الخلفيه سوري، وبرضو عندك شاشه هنشوفها لما ندخل في الانتيريور ان شاء الله. زي ما احنا شايفين طبعا هنشوف السبير هنا بيجي شكله من نفس الجنوط ولا بيكون جنط عادي. للاسف بيكون جنط اللي هو العادي جدا الحديد، ما بيكونش جنط سبور، ودي برضو انا شايفها نقطه ضعف في 2025. زي ما احنا شايفين طبعا هنا بالنسبه للديزاين بتاع الشنطه ما شاء الله. عندك كمان هنا في جيوب زي ما احنا شايفين كده، وفي علاقات هنا تقدر تعلق فيها اي حاجه. ده بالنسبه لظهر العربيه وحجم الشنطه وكل التفاصيل زي ما احنا شفناها مع بعض. تعال نشوف الانتيريور بتاع العربيه عشان ما اطولش عليك، يلا بينا. عندنا طبعا هنا زي ما احنا شايفين بالنسبه للديزاين الخلفي في البيبان ما شاء الله. عندك الباب هنا من البلاستيك، هنا من الجلد وملمسه سوفت، وهنا طبعا الدراع بالكامل هنا او المقبض ده بالكامل ماكس من الجلد. شايف التطريز ما شاء الله، التطريز جاي بشكل جمالي جدا محترم موجود في العربيه. عندنا طبعا الزجاج الكهربي زي ما احنا شايفين ولكن بيكون عادي مش اوتو، المكان هنا اللي بتمسك منه، وعندك مكان لازازه ميه. وعندنا طبعا تيجو الشهيره اللي بتعمل الساوند سيستم بتاعها، فدي حاجه ممتازه. ساوند سيستم مكون من 4 سماعات في الفئتين. وعندنا طبعا باقي الباب هنا من البلاستيك بالكامل زي ما احنا شايفين ما شاء الله. عندك طبعا اكره من النيكل كروم وعليها فريم من اللون الاسود. ده بالنسبه للديزاين بتاع الباب. تعال نشوف بقى الداخليه بتاعه العربيه ونشوف المساحات فيها عامله ايه، يلا بينا. طبعا هنا بالنسبه للمساحات في الخلف ما شاء الله حاجه محترمه جدا زي ما احنا شايفين. انا مرجع الكرسي على الاخر وقاعد مرتاح جدا، وبيني وبين الكرسي تقريبا 10 سم، فدي حاجه كويسه. عندنا بالنسبه للفرش هنا في الخلف والامام برضو نفس الفرش، بيكون فرش قماش، حاجه محترمه جدا عشان برضو فصل الصيف وما يعرقكش وانت لو بتسافر كتير او الحاجات دي، حاجه كويسه. وكمان عندك هنا مكان جيب برضو كويس جدا تقدر تحط فيه اوراقك والحاجات دي. كمان عندنا مساند للراس، وفي مساند برضو خلفيه 3 مساند، ودي حاجه كويسه. كمان عندنا هنا بالنسبه للراكب اللي في النص برضو في مساحه كويسه هنا ومساحه كويسه هنا، يعني 3 اشخاص يقدروا يقعدوا مرتاحين جدا جوه العربيه. بالنسبه كمان هنا لفتحات المكيف، عندنا فتحه مكيف كبيره جدا وعليها حليه من النيكل كروم وكمان من البلاك. كمان عندك مساحه تخزين هنا صغيره شويه ولكن حاجه كويسه تقدر تحط فيها فضيه او الحاجات المعدن البسيطه دي. فبالنسبه للتفاصيل من الداخل هنا من الخلف حاجه ممتازه جدا. طبعا الاوكر دي حاجه معروفه. عندنا طبعا السقف هنا برضو المساحه بتاعه الهيد هنا كويسه جدا، تقريبا ممكن نقول مثلا 15 سم او حاجه زي كده، ولكن مفيش اضاءه في الخلف، الاضاءه فقط من الامام وجايه بشكل ممتاز جدا. تعال نشوف بقى كده الانتيريور من الامام والتفاصيل اللي موجوده فيه، يلا بينا. بالنسبه للباب الامامي مش هنتكلم عن حاجات كتير لان نفس التفاصيل تقريبا، ولكن احنا ما ذكرناش الخط اللي جاي من النيكل كروم، قطعه كبيره جدا موجوده تحت المسند هنا، نفس بالظبط كل حاجه، ولكن هنا المساحه بتختلف شويه بتبقى كبيره. وعندك طبعا الكيبورد بتاع الزجاج زي ما احنا شايفين كده. عندك طبعا الازاز بيكون اوتو رفع ونزول، فدي من الحاجات الممتازه. عندك كمان في هنا السبيكر الصغير ده. خلينا نشوف بقى الداخليه بتاعت العربيه، يلا. طبعا هنا عندنا المرايه بتكون ضبط وضم كهرباء زي ما احنا شايفين كده، تقدر تضم معاك زي ما احنا شايفين، مش عارف واضحه معاك ولا ايه، اهو في الكادر ما شاء الله. فدي حاجه ممتازه جدا. هفتحها تاني. عندنا طبعا التراكشن كنترول وده التحكم في الاضاءه الاماميه. عندك طبعا هنا الفتحات التكييف بتيجي عليها كسوه من الجلد ومطرزه شكلها ممتاز، وبرده عليها فريم من البلاك، حاجه محترمه جدا وشيك قوي. كمان عندك برده في فريم صغير الداخلي مطلي من النيكل كروم، وفي فتحات توزيع هنا برده كويسه. عندنا بالنسبه للخامات بتاعه التابلو بتكون
هي مش جلد كامل ولكن ملمسها سوفت قوي وتحسها اللي هو السفنج المضغوط ده، فدي حاجه ممتازه. بالنسبه للاجزاء اللي هنا دي طبعا كلها من البلاستيك، لكن اللي يهمنا اللي ايدينا بتيجي عليه بيكون بالكامل من يعني ملمسه سوفت. وهنا برضو الطاره مش متعبه لايدك. عندك طبعا 2 ايرباج، ولكن بيفرق معانا ايرباج في الفئه الاولانيه اللي هو الايرباج الجانبي. طاره مالتي فانكشن بالكامل، طبعا في كروس كنترول، فدي من الحاجات الممتازه. والطاره شكلها سيمبل وشكلها جميل جدا. عندنا طبعا ده بالنسبه للتلاكس بتاع العربيه. وعندك كمان هنا حته من النيكل كروم جايه في الجزء الاسفل بتاع الطاره، فدي من الحاجات الممتازه جدا. الشماسه طبعا هي مش واضحه معانا، خلينا نشوف زاويه تانية ونبص على باقي الاجزاء اللي موجوده في العربيه. بص بقى يا غالي، انا ممكن ما اقدرش اظهر معاك تاني في الفيديو لان خلاص كده بدخلنا في المنطقه الضيقه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا شكل الكرسي ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. كده العربيه بتدور معاك، بترحب طبعا بشيري، حاجه ممتازه جدا. وبالنسبه للشاشه الوسطيه تقريبا بحجم 6 بوصه، فدي حاجه كويسه جدا، او 5 بوصه. طبعا زي ما احنا شايفين عندك هنا السرعه وهنا الار بي ام، وعندك شاشه ديجيتال في النص بيكون موضح فيها البنزين والحراره ونقلات الفتيس. عندك طبعا في نظام الايكو اللي موجود في العربيه. وطبعا اتكلمنا عن التراكشن كنترول اهو ظهر معانا. طبعا هنا بالنسبه للتفاصيل اللي موجوده بتاعه الشاشه حاجات بسيطه جدا. وهنا بالنسبه برضو للطاره زي ما احنا شايفين كده، عشان برضو انا كنت شرحت لك من شويه من غير ما تكون قريب. عندنا طبعا بالنسبه للتفاصيل هنا في التابلو، عندك شاشه ما شاء الله عليها فريم من اللون الاسود شكله ممتاز جدا، وحواليها الحاجات بتاعه التكييف، فتحات المكيف طبعا زي ما احنا شايفين نفس الديزاين بالظبط. طبعا الشاشه هنا بتيجي بحجم 10 بوصه زي ما احنا شايفين، تقدر توصلها بالبلوتوث تعمل لها كونكتد مع الموبايل بتاعك. عندنا هنا طبعا تقدر برضو تتحكم في الشاشه، عندك الهوم وعندنا باقي التفاصيل. عندك طبعا تقدر هنا ترد على المكالمات او تكنسل، زرار طبعا بتاع الانتظار. تحت شويه هنا عندنا التكييف بتاع العربيه بيكون زون واحده طبعا، ولكن بيكون حاجه محترمه جدا. سخانات طبعا هنا للازاز، وعندك سخانات مرايه. عندنا طبعا هنا النظام اللي هو الدرايف مود، تقدر تعمل عربيه ايكو او سبورت، فدي حاجه كويسه. طبعا زي ما احنا شايفين عندك الايكو وعندك السبورت من الزرار اللي موجود هنا ده. كيف طبعا بيكون اوتو، حاجه محترمه جدا. عندنا مساحه تخزين كويسه قوي، وكمان عندك هنا التحكم في السرعه عند المحاضرات زي ما احنا شايفين. زرار الستارت ستوب انجن جاي في مكان محترم جدا. فتيس طبعا اللي شكله شيك جدا بتاع العربيه. ويمكن هنا عندك البارك بيكون ضغطه زرار عشان طبعا يبقى سلس معاك في الحركه. الفتيس طبعا حوالين منه هنا البلاك بالكامل، فدي حاجه كويسه. عندك طبعا هنا بتاع الفرامل في الزحمه. عندنا طبعا هنا الهاند بريك الكهرباء ما شاء الله. كمان عندك هنا الكاب هولدر، 2 كاب هولدر، وفي مساحه تخزين برده هنا كويسه تقدر تحط فيها الموبايل بتاعك. كمان عندك الابانوس او الديزاين اللي جاي بشكل الابانوس اللي موجود على الكونسول بالكامل، جاي بشكل محترم جدا. عندنا بقى التابلو من الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. عندك طبعا الايرباج موجود عند فتحه التهويه، وكمان عندنا مساحه تخزين هنا كويسه جدا زي ما احنا شايفين. الدرج كمان بيكون سوفت، فدي حاجه كويسه. بص بيفتح معاك بالراحه قوي زي ما احنا شايفين كده، جميل، فدي حاجه ممتازه. طبعا الفتيس بتاع العربيه بينزل 6 سرعات من نوع دي سي تي. بتشرح لك كل جزء موجود في العربيه بالتفصيل كانك بتشوف العربيه على ارض الواقع بالظبط. ودي الميزه طبعا اللي احنا بنحاول نقدمها للعملاء بتوعنا. استنانا في فيديو جديد، وما تنساش تبص على القناه بتاعتنا. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك معانا عشان شرف كبير جدا ليا اشتراك حضرتك معانا في القناه، واعمل لنا لايك بايديك الجميله عشان طبعا بيساعدنا جدا وبيساعدنا في ان احنا نعمل فيديوهات لما نلاقي الفيديوهات بتاعتنا بتنتشر. استنى مننا فيديوهات جديده وكتيره جدا عن كل العربيات الجديده. كده طبعا نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.